في الفيديو ده هنتكلم عن تحليل ماتش القمه ولكولر سعيد الحظ، بس ما تنساش تشترك في القناه، تفعل زر الجرس، تعمل لايك، وبسم الله نبدا. ليه كولر سعيد الحظ؟ لان ببساطه كولر بيلعب 4-3-3 واسوريو بيلعب 3-4-3. خليني اقول لك ان انت لو رحت لكولر وقلت له نفسك المنافس بتاعك يلعب بخطه ايه عشان تقدر تهاجمه وتجيب فيه جوال كتير وتكسبه، هيقول لك 3-4-3. بل المشكله الاكبر ان الزمالك بينافس 3-4-3 هجوميا يعني كويس، بس مش كويس قوي، يعني هو كويس بس انما دفاعيا مصيبه سود. كل مساوئ خطه 3-4-3 موجوده في الزمالك. يعني مثلا دفاع اسوأ حاجه في الكون على مستوى التنظيم والافراد. على مستوى التنظيم ما اقدرش الوم عليه اسوريو لان هو لسه جاي جديد، وبرده ما اقدرش الوم عليه تاني لان اللعيبه مستوى وحش، وده اللي هو على مستوى الافراد. مستوى اللعيبه سيء جدا، يعني اسوأ حاجه في الدنيا. على مستوى نص الملعب فالزمالك عنده عمرو السيسي ورؤى واللعيبه كده غريبه. انا مش عارف اللعيبه دي اصلا بتلعب في الزمالك، بتلعب كوره ليه؟ مش في الزمالك بتلعب كوره ليه؟ اللعيبه دي ليه يعني بس بيلعبوا كوره؟ كولر هيبقى مستفاد جدا هجوميا. الزمالك لما بيتضغط بيفقد الكرة بسهوله جدا، بل وفي مصيبه اكبر ان الزمالك لما بيفقد الكرة بتروح عليه على طول انفراد. يعني في ماتش فيوتشر في الجول الثاني لفيوتشر الزمالك فقد الكرة عند منطقه جزاء فيوتشر، الكرة راحت انفراد بتمريره واحده بس. عشان كده كولر هو سعيد الحظ فعلا. يعني انت بتقابل فرقه فاتحه لك دفاعها من العمق ومن الاطراف، نص ملعبها ميت، مدافعينها تعبانين. كولر ما قداموش غير حاجه واحده بس، ان المهاجمين بتوعه يجيبوا جوال، لان كهربا وشريف وبرسيتاو وحسين الشحات بيضيعوا كتير. فلو هم ركزوا لا ممكن الماتش ده يوصل لاكتر من 3-0. اكتر من 3-0 انا بتوقع كده، يعني اقل شيء 3-0 للاهلي. وعلى فكره انا مش متحيز للاهلي ولا للزمالك، ولو كان الموضوع بالعكس كنت هقول لك ان الزمالك هو اللي هيكسب. فاسوريو موجود في موقف لا يحسد عليه. انا لو منه اغير الخطه على الاقل الماتش ده عشان ما اخرجش بفضيحه، بس هو مش هيعمل كده لان المدربين الفنيين الاجانب مش بيغيروا خطط فجاه كده، ولان هو من اول ما جه هو بيلعب بالخطه دي فمستحيل يغيرها. بس هو فعلا كولر في 4-3-3 قصاد الزمالك ب 3-4-3 هتبقى مشكله جدا على اسوريو. يعني لازم تلاقي حل. الزمالك بيفقد الكوره بسرعه، واول ما بيفقدها الفرقه الثانيه بتروح انفراد، فدي مصيبه. لازم اسوريو يقعد يحلها معاك اهو 4 أو 5 ايام تقعد تحلها. بالنسبه لسيناريوهات الماتش انا شخصيا مش متوقع ان الزمالك يجيب جول في الاول، لان الزمالك عنده الخط الاقوى، عنده خط الهجوم المتمثل في زيزو وشيكابالا. لو ولنفرض ان زيزو نزل الماتش وما كانش مركز او اتحجم او كولر عرف يوقفه، هيبقى ايه العمل؟ الزمالك تقريبا قوته الهجوميه كلها ضاعت، لان شيكا صعب تثق فيه في ماتشات زي دي. وحتى ان كان شيكا كويس فسهل ان انت تخرجه بره الملعب. لو لاعب بس راح شد مع شيكا خرج بره الماتش. لو الجمهور الاهلي في الماتش شتم شيكابالا شتمتين كده خلاص خرج بره الماتش. فشيكا صعب تعتمد عليه. احمد السيد زيزو لا تعتمد عليه، بس هي الفكره لو كولر قدر يوقفه الزمالك خلاص خرج بره الماتش تماما، بقى هجوميا مش موجود. طب ودفاعيا هو كده دفاعيا مش موجود. فانا شايف مهمه كولر سهله. يعني مهمه كولر انت كده كولر دفاعيا قوي جدا وبيعرف يحجم اي لاعب قدام وبيعرف يحط خطه دفاعيه كويسه. اعتقد ان ديانج هيبقى مخصص ان هو يراقب زيزو في اي تحركاته. انا شايف ان هو لو راقب حتى زيزو بلاعبين ديانج ولاعب كمان مش هيبقى فيه مشكله، لان هو الزمالك زيزو بس. احمد فتوح بيظهر بس برضو انت لو قفلت على زيزو خلاص انت، ما هو احمد فتوح مش هيعمل ثرو باص لسيف الدين الجزيري، لا هو دايما معظم لعب الزمالك بين احمد فتوح وزيزو. انت قفلت على زيزو قفلت كمان على احمد فتوح. مهمه كولر الهجوميه سهله جدا واتكلمنا عنها في اول الفيديو، ان كولر لو ضغط الزمالك وقطع الكوره هيروح انفراد في اي وقت في الماتش. اول ما تقطع الكوره من الزمالك انت هتروح انفراد على طول. وانا شايف ان الماتش ممكن يروح في سكه ان لو الزمالك كسب، وده اعتقد خيار بعيد، وانا بقول ده بدون تحيز برضه والله، انا بقول ده من الواقع اللي انا شايف ان الزمالك ممكن يكسب 1-0 او 2-1 بالكتير قوي ويكون الجون ده خطف. اما الاهلي لو كسب، وخصوصا لو الاهلي جاب جول في الاول هتبقى مصيبه بجد. الاهلي ممكن يوصل ل3 ممكن يوصل ل4. لازم اسوريو يبقى حاطط خطه كويسه قوي للماتش، والا الماتش هيروح في حته فيها تاريخيه. ماتش الدور الاول خلص 3-0. صحيح ان الدور الاول خلص 3-0 بس الزمالك حاليا مستواه اسوأ من الدور الاول بكتير. هتقول لي ازاي ده الزمالك كسبان اخر كام ماتش والقشه معدن؟ انا اقول لك لا، الدور الاول الزمالك كان احسن من كده بكتير. الدور ده الزمالك وحش حتى وهو بيكسب. فلازم لعيبه الزمالك تحذر شويه من حته الهجمات المرتده، ولو دخل فيهم جول في الاول او في نص الماتش لا ارجع ودافع. لما تخسر 1-0 او 2-0 احسن كتير ما تخسر 4 او فوق ال4، لان الماتش رايح في حته مش حلو. وانا بتوقع ده من دلوقتي وانا بقول اهو. ولو الزمالك قدر يخطف جول اول الماتش لا يبقى اخطف الجول ده وارجع دافع، لان الزمالك سهل يخش فيه الثاني والثالث. يعني الزمالك سهل ان انت لو جاب جول سهل انت تجيب فيه جول وتعمل عليه رومنتادا. لا فالزمالك لو جاب جول لا ارجع على طول. ولعيبه الاهلي مهاراتها فرديه قليله، يعني مش هتلاقي مهاره فرديه كتير من حسين الشحات ولا من محمد طاهر اكيد، ولا من بيرسيتاو ولا من كهربا. اللعيبه دي ممكن تكون حريفه بس لا مش هتلاقي منهم مهاره فرديه. فلو الزمالك جاب جول في الاول لا ارجع ودافع على طول ما تستناش. عايز اقول لك احنا لسه هنكمل كلام عن الماتش ده، كل ما الماتش يقرب هنتكلم اكتر. ولو انت عندك اي راي في الكوره او توقعات للماتش انزل اكتبها تحت في الكومنتات وهنرد على كل الكومنتات. ما تنساش تشترك في القناه، تفعل زر الجرس، تعمل لايك، وسلام.